مين طيب يذاكر الشهاده ومين يمتحن؟ طبعا رقم واحد بنتكلم عن الكوست مانجرز او الكوست انجينيرز، طبعا مديرين المشاريع اللي هم بالاساس بيعتبروا هم البادجت مانجرز، او الناس اللي هي المفروض ان هي بتقود المشروع ان هو يحقق اهدافه في اطار التكلفه المطلوبه. بعد كده كل بقى المتخصصين في الكونستراكشن تقريبا بيتعادلوا في درجه الاهميه في ان هو يكون حاصل على شهاده ليها علاقه بالكوست مانجمنت او اداره التكاليف. ولكن الاهم بالاساس هم الاثنين اللي احنا اتكلمنا عليهم، الناس اللي لها تقاطع بشكل مباشر مع اداره التكاليف زي الكوست مانجرز او الكوميرشال مانجرز، وبعد كده البروجكت مانجرز. بعد كده حسب رايي يعني الناس كلها بتتعادل في درجه اهميه الحصول على الشهاده.